هو كهربا يا جماعة، هو كهربا لاعب الجولة. سبحانك يا رب، تيجي تصيد ويصيدك. كهربا يعني عامل حالة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم حائط صد أهلاوي، اللي صوتها صوت كل أهلاوي. عاملين ايه؟ أحسن أهلاوية، أحسن ناس محترمين، أحسن ناس متابعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما، وكل سنة وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم جميعا. في اول ايام بقى، اول حلقة في اول ايام الشهر الكريم. يا رب يكون شهر خير على الناس يا رب، ويكون كل الناس مبسوطة ان شاء الله. كهربا لاعب الجولة الخامسة في البطولة الافريقية. في كهربا يفوز بافضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. كهروب مكهرب الجو يا ابني، مكهرب الجو سبحان الله. شوفوا كهرباء، وكل عمال يطلع فيه، يخبط فيه ويعمل فيه، ينزل يجيب اهداف. سبحان الله، دي حاجه من عند ربنا بقى، لا بتاعتي ولا بتاعتك يا صاحبي، لا بتاعتي ولا بتاعتك. طيب الحاجه التانية، طبعا بنشكر وزاره الداخليه على السماح ب50,000 مشجع أهلاوي. 50,000 راجل هيهزوا الاستاد يا زول، هيهزوا الاستاد يا زول، الاستاد يا زول، وهيعملوا استاد الرعب، استاد الرعب، استاد القاهرة، استاد الموت. استاد يعني عايز اقول لك الاستاد ده هيتهز، الاستاد ده هيتهز و... وانتفاضة، انتفاضة زمان بقى يا جدعان، انتفاضة زمان، والاهلي وجماهير الاهلي يعني حاجة كده فين. لا وفي رمضان يا سلام يا سلام، بركة الشهر الكريم ده ان شاء الله نكسب بإذن الله. ولاعيبة الاهلي رجالة، واحنا واثقين فيهم، لان هم داخلين على ايه، وعارفين ان هم عندهم مسؤولية كبيرة، وهم قد المسؤولية، والجماهير واثقة فيهم، جماهير الاهلي واثقة فيهم. طيب، طبعا بيان الهلال السوداني الخايب، اللي هم الإدارة مخاطبة الكاف وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي المصري ضد نادي الهلال، والتي تدعو إلى بث ونشر خطاب الكراهية وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية. يا سلام. والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة. أن المجلس على أمن المجلس على مخاطبة الأمين العام لوزارات الخارجية لإخطار سفير السودان القاهرة بمواعيد بعثة للقيام بكافة الإجراءات والاتصالات مع جهات الاختصاص للحفاظ على أمن وسلامة البعثة وجماهير الهلال منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة. هو انتوا يا ابني، هو انتوا مين اللي عيوط؟ هي لما انتوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتكم يا ابني، يا ابني ما تشوفوا الفيديوهات بتاعتكم. هو انتوا لما نروح هناك تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، ولما نيجي هنا، ولما تيجوا هنا بتعيطوا وبتقدموا. خلي بالكوا البيان ده اولا بيان هفق وتعبان، بيان هفق وتعبان، دي حاجة. الحاجة التانية، هما بيقدموا مبررات الهزيمة. يعني الكلام ده معناه مبررات الهزيمة اللي ان شاء الله هتلحق بهم، اللي بهم ان شاء الله في القاهرة يوم 1/4. يوم 1/4 يا عم الهلال تعالى. انا قلت لك هروق عليك كورة. لو انت بتقول ان احنا بنعمل تعصب وبنعمل فتنة وبنخرج عن الروح، لا شوف الناس عندكم. وانا الفيديو اللي الواد بتاعهم السوداني ده قاعد يشتم في الاهلي، وقاعد يشتم في جماهير الاهلي، وانتوا نسيتوا ده. انت كان موجود ساعتها فايلر. فايلر ساعتها كان موجود، وكان الهلال السوداني. ده الجيش نزل يا ابني في الملعب، ده الجيش نزل في الملعب. ايه يا حبيبي، ايه يا حبيبي، هو انتوا خدوهم بالصوت ولا ايه؟ خدوهم بالصوت. لا، مش احنا. احنا قلت لك هتيجي هنا هتسف التراب في الملعب، هيتروق عليك كوره، هيتروق عليك كوره بس، لكن مش هنعمل فيك حاجه اكتر من كده. ما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش. اتقل، اتقل. ال50,000 مش انتوا طلعتوا قلتوا ان احنا عايزين، لا مش 100,000، 200,000. طيب يا عم لا احنا 50,000، بس ال50 دول
بملايين. ال50,000 الراجل اللي رايحين يشجعوا دول بملايين الأهلوية، بملايين الأهلوية، ملايين الأهلوية. دول ورجالة الأهلي عارفة هي هتعمل إيه. ورجالة الأهلي، جماهير الأهلي واثقة فيها، لأن إحنا بنثق في لعيبتنا حتى لو في وقت ما كانش فيه توفيق في الملعب، بس إحنا برضو واثقين فيهم وبندعمهم وهنفضل ندعمهم وراهم، وهنفضل ندعمهم وراهم. فهد يا زول ما تقدمش كل يوم مقدمات خايبة كده. تعرفهم منين؟ من خيبتهم. تعرفهم من خيبتهم. وبقول لك دخول فريق الهلال السوداني معسكر مغلق طويلا استعدادا لمواجهة الأهلي. يا عم طويل قصير، هتيجي يا ابني تاخد اللي فيه النصيب وخلاص يا حبيبي. هتيجي تاخد اللي فيه النصيب وتتكل على الله، ما تقلقش من الموضوع ده. فقصير او طويل ده ما تقعدش تتكلم فيه كتير. يعني عايزك تهدى كده، عايزك تهدى كده وتتقل عشان تاخد حاجة نظيفة. اتقل عشان تاخد حاجة نظيفة يا بتوع الهلال. متقلقش، هيتروق عليك ان شاء الله. وفريرا بقى يا جدعان، وجدو فريرا مشي. جدو فريرا مشي وبيقول لك بدون شرط جزائي، وبيقول لك اتنازل عن نص شرط الجزائي. بص القصه بقى تنازل او ما تنازلش، ما جيش اسمع بقى بعدها بكام يوم كده ان فريرا رافع قضيه على نادي الزمالك. ما حصل كتير، حصل كتير، حصل كتير. يقول لك مشي وبالتراضي وتلاقي القضيه مرفوعه. إيه يا جدعان؟ في ايه؟ ما يمشي. ما هو كان ماشي قبل كده وانتوا اللي قعدتوه وعارفين انه اعاده مش هيجيب في نتيجه يعني مش هيجيب نتيجه. رجوع انتوا لو خايفين على نادي النتيجه، انتوا لو خايفين على نادي الزمالك خلاص بدل مشي مشي. كنتوا ممكن تقعدوا من الاول وتتكلموا في موضوع الشرط الجزائي لحد ما توصلوا لاتفاق، ده لو على كلامكم. لكن ايه مشي وجه وما توفقش في النتائج فيمشي تاني. وبعد كده هل تتخيلوا فريرا هيعدي الموضوع؟ هل يعني الكلام اللي احنا بنسمعه ده هيعدي الموضوع؟ الله اعلم، الله اعلم. محدش عارف بكره في ايه يا جماعه. تمام. واعتذار الاهلي عن ماتش المصري في الرابطه. الحمد لله كنا طالعين قبلها بكام يوم بنتكلم ان الاهلي لا فايده، مش هتعود عليه فايده في ان هو يكمل في كاس الرابطه ده. لا فايده لا ماديه ولا معنويه ولا اي حاجه. لا بالعكس، ده انا عندي بطوله اهم اللي هي بطوله افريقيا، لعبت تستريح وتريح شويه. وخصوصا كمان هم لسه داخلين على ماتش المنتخب، ماتش ملاوي اللي ان شاء الله بنتمنى التوفيق لمنتخبنا يوم الجمعه ان شاء الله، يفوز على ملاوي ويكون ان شاء الله بشرة خير للنادي الاهلي ان شاء الله. الكابتن او الشيخ لقى آه، ان الاهلي طلع من كاس الرابطه او اعتذر من كاس الرابطه. قال لك لا مش هينفع يا جماعه، ما ينفعش الاهلي يطلع من كاس الرابطه كده. لازم نلاقي له حاجه، لازم ندور على حاجه. ندور على ايه؟ ندور على ايه؟ غدا او بعد غدا سنعلن عن موعد نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز، ولا بد ان يكون في شهر 4 لان السوبر في شهر 5. مستعجل على ايه يا حبيبي؟ ما هنلعب ان شاء الله وهنكسب، ان شاء الله هنكسب. مستعجل على ايه يا حاج حسين؟ متهور انت قوي يا عم حسين، متهور قوي يا حاج حسين. عايز اي حاجه دوس على الاهلي، اضغط على الاهلي في اي حاجه. احنا مش مركزين في اي حاجه تقولها. احنا دلوقتي كل التركيز الجهاز الفني، مجلس الاداره، كل لعيبه كله في الماتش. ها مركزين في الماتش، والجماهير كمان مركزه معاهم في الماتش. فيعني مش وقته، يعني مش وقته خالص اللي انت طالع تحط بعد الماتش. بحس والله انا قلت قبل كده لازم يحطوا الاهلي اي عقبه اي حاجه. حط يا باشا اللي انت عايز تحطه حطه، مفيش مشكله خالص. واحنا ان شاء الله نخلص ماتش الهلال بس كده على خير، وان شاء الله نلعب ماتش بيراميدز يا عم. وبعد كده نفضى بقى ونشوف انتوا عايزين مننا ايه بالظبط يا حاج حسين، يا حاج عامر حسين. طيب. احمد الخضر بيقول لك جمهور الاهلي في صف فريقه سواء كان صح او غلط، ودايما مع النادي ضد اللاعب، والاهلي حسم التاهل في افريقيا من ساعه ضياع
ضربة جزاء أطهر الطاهر. يا عم ارحمونا بقى يا عم، الله أكبر عليك يا أخي، الله أكبر. النادي الأهلي جماهيره بتفهم، جماهيره بتفهم وعارفة إن اللعيبة أما بتخستع شوية لا بتقف في ظهرها وبتسندها، ممكن تقرص عليها لمصلحتها. ليه؟ أيوة، لأن إحنا كياننا النادي الأهلي. النادي الأهلي ده انتوا فاهمين إن الجماهير دي بتروح الاستاد كده، او عشان ايه؟ عشان الاهلي، النادي الاهلي يستاهل كتير. النادي الاهلي جماهيره بتفهم، جماهيره مع الكيان مش مع اللعيبه. بتدعم اللعيبه وقت ما تكون في الاهلي وشايله تيشيرت الاهلي، تيشيرت الاهلي ونسر الاهلي، ونسر الاهلي ده. فبطلوا تخبطوا ده في ده، واللعيبه بتحترم جماهير الاهلي حتى لو جماهير الاهلي زمت عليهم، عشان بيبقى قبل اي حاجه عشان مصلحه، عشان مصلحه النادي، عشان مصلحه النادي. وبتقوم اللعيب، بتعرف برضه هي بتقومه ازاي. وهيرد عليك اهو، وهيرد عليك اهو ضري قفشه. قفشه بيقول ايه يا جماعه في تويتر كده؟ الحمد لله ان الفرصه متاحه، مفيش حد عمره لعب للاهلي وما فهمش طبيعه جمهوره. عارف ان الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة، بس مفيش لعيب برضه لعب للاهلي وراهن على جمهور الاهلي وخسر. عندنا بيقولوا الشيلة ام ودنين بيشيلوها اتنين، بيشيلوها اتنين. كلعيبة نوعدكم نموت على الكورة، كجمهور مستنيينكم في الموعد، وبفضلي دائما رقم واحد ان شاء الله. واحنا كجمهور يا قفشة بندعمكم وراكم وراكوا، وعارفين ان انتوا رجاله، وعارفين ان انتوا ان شاء الله تعدوا المحنه دي وتبقى على خير باذن الله، وتبقى على خير باذن الله. طيب نخش بقى على فيديوهاتنا عشان ما نطولش كده على طول. معانا علي سمير، المجزره والضرب والبهدله. يا جدعان ده ايه ده؟ خناقه شوارع واشبال ولا اطفال ولا لسه صغيرين؟ ايه ده؟ ايه البلطجه اللي انتوا فيها دي يا جدعان؟ ايه البلطجه اللي انتوا فيها دي؟ نسمع آه، المدير الفني لغزل المحله وايه اللي حصل، وهيحكي القصه كلها، ونشوف ونرجع ونرد تاني. ما تروحش في اي حته يا صاحبي، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا لايكات المتين عشان الفيديو يظهر لكل الناس. نروح ونرجع نرد عليه. لقينا لعيب رقم 7 اسمه محمد عبد المقصود طاير في وش احمد صلاح من غير اي سبب. امم من غير اي سبب. ازاي من غير اي سبب؟ يعني اكيد في سبب ما، لا، في حتى لو سبب مشاحنات، تافه في يعني. مشاحنات بقى من الجهاز الفني اللي مش مبطل كلام وشتيمه واولياء امور من الناحيه الثانيه. ازاي الماتش كان متعادل اول ما الحكم صفر؟ وكمان في مشكله كبيره يا كابتن هاني. ازاي ماتش الزمالك وجايب لنا حكام من منطقه القاهره؟ طب ما تجيب حكم من بره. الحكم اطلق صفارته وحصلت الخناقه، خناقه شوارع. ده يشيل وده يشيل ومش هقول لك بقى سب دين وحاجه غير طبيعيه. مدرب الحراس كابتن تامر وحيد يعني اشعل الفتيل كلها شتيمه بقى وتهجم علينا وتهجم على الناس كلها. ده مدرب حراس مرمى الزمالك. مدرب حراس مرمى. وناهيك بقى عن المدير الفني بقى شتيمه بقى سب دين وده. وانا اقول له وكمان ايه، اللعيب بتاعنا واقع في الارض لا يقل عن ساعه، والله العظيم لا يقل عن ساعه. تدخل احد المسعفين او حاجه في اي؟ نطلب عربيه الاسعاف تيجي تشيل الولد توديه المستشفى. ما فيش حاجه، ما فيش، عشان احنا يعني ايه نتراضى ازاي والراجل نايم في الارض عنده مشكله، عنده نزيف، عنده ارتجاج في المخ، مش فاكر اي حاجه. اخدناه وطلعنا على اسم العجوزه. بعتولنا رحنا مستشفى العجوزه، عملنا تقرير طبي باللي حصل، ورجعنا على اسم العجوزه تاني، عملنا محضر وورينا لهم التقرير، ورحنا القصر العيني عشان نعمل اشعه على سنان الولد، لان عنده تهتك في اللثه العلويه وارتجاج في المخ، وعنده سنه مكسوره، و10 غرز من بره شفته، و10 من جوه. وعنده ورم في الفك الشمال، وقال لك لازم يتحول على القصر العيني عشان يتعمل له اشعه على اسنانه وعلى الوجه. وحالته ايه دلوقتي يا كابتن علي؟ ما هوش فاكر اي حاجه، اقسم بالله لحد اسم الشرطه وهو ما فاكر اي حاجه. اللي بيحصل ده بجد
يعني اللي بيحصل ده بجد كسر في الجمجمه يعني حاجات بيخدش شفيته من جوه. وايه يا عم، هو كان راح يلعب كوره ولا رايح المذبح ده ولا ايه؟ وكل ده كان موجود عادل المأمور واحمد عبد الحليم وحازم امام. يعني ده كده في بلاوي يا جماعه، في بلاوي. يعني واحد من عضو مجلس اتحاد الكوره موجود والكوارث دي بتحصل، والنشء بتاع الزمالك ايه الغل ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه بجد ده؟ ده نشء مين؟ دي تربيه مين؟ مرتضى منصور. مرتضى منصور ناشئ مرتضى منصور وتربيه مرتضى منصور اللي هم عايزين يطلعوه تاني لما يطلع بقى يكمل الغل. تحس ان اللعيبه عندها غل، العيال عندها غل، حتى الناشئ اللي عندهم طالع عندهم غل وعندهم ما تعرفش في ايه، تعبانين نفسيا. لا وبعد كل ده عندك حد في كارثه، واحد بيموت. طب ما فيش يعني انت يا عم لو ما فيش عربيه اسعاف وجبت اي عربيه مع الناس اللي موجوده، مفيش عربيات تطلع بيها المستشفى خالص يا جدعان. مفيش انسانيه، مفيش رحمه. حتى لو ايه عقوبات اتخذت على فكره، حتى لو في عقوبات، والعقوبات اللي المفروض تطلع او طلعت لازم تكون يعني عقوبات رادعه عليهم، على الناس دي. اللي بيحصل ده يعني مش طبيعي. اللي بيحصل ده مش منطقي يا جدعان. بجد قسما بالله اللي بيحصل ده ما طبيعي. فرقه زي نادي الزمالك بالمستوى ده والناس اللي طالع من الفرقه دي بيحصل كده، لا ده مش طبيعي. ده مش طبيعي اللي بيحصل ده، مش طبيعي. العيال دي عندها غل، عندها حقد، ما تعرفش في ايه الكبت ده. عارف يا جماعه والله بجد العيال دي معودينهم على الغل، مربينهم على الرهية، على العدوانية. ما تعرفش في ايه. العيال طالعة معنويا نفسيتهم زفت باللي بيحصل ده واللي بيشوفوه، واللي بيحصل ده وبيشوفوه كل ده ليه؟ انا كمان فيديو لاحمد جلال الصحفي عشان في حاجة كده عايزين نسمعها سوا انا وانتم مع بعض، عشان كولر يا جماعة زعلان شوية، فعايزين نعرف هو زعلان من ايه. هنسمع الكابتن جلال قال ايه يعني، او واخد على خاطره مننا ليه، بس عايزين نعرف عشان نرد عليه. نروح ونرجع ونرد عليه. يلوح بالرحيل لهذا السبب. ايه السبب؟ ما الدنيا ماشيه زي الفل. كولر يعني كان مصدوم من فكره الصفقات اللي طلبها ما جاتش، وتحديدا مركز راس الحربه، ماشي. وما عرفش يجيب باك ليفت. وفكره حراسه المرمى كان فيها جدل كبير قوي، وزي ما انت عارف ما فيش حراس مرمى اجانب، فلازم تجيب حارس مرمى مصري. طب تفتش يمين شمال ما فيش، فبدت قصه شويه. اصل ابو جبل، طب ابو جبل اصلا ما بيلعبش البنك الاهلي، يجي ازاي الاهلي؟ طيب هو طالب بعض الصفقات وطالب ناس تمشي، طالب ايمن اشرف يمشي، مش مقتنع قوي برامي ربيعه، عايز اكتر من اسم جديد في الفريق، عايز يسوق برونو سافيو برضه، خلاص زي ما انت شايف برونو سافيو ما بيلعبش. طب هو عايز راس حربه، ما جاش لغايه دلوقتي. فقال انا طالب صفقات معينه، اذا هذه الصفقات لم، ده في اخر جلسه، لم تتوافر حتى نهايه الموسم، فانا مش هكمل في النادي الاهلي. قالها صراحه قالها كده. صراحه لكابتن محمود الخطيب، وهي طلبات منطقيه، صح. محدش يقدر يقول انها مش منطقيه حتى خالص. طلباته في الصفقات. عشان بس الناس بتزعل، هو ده كلام وقت كلام يتقال، وقت كلام يتقال. كولر عايز يمشي عشان اللعيبه، وقعد مع الكابتن محمود الخطيب واختاره بكده، وقال له ان لو ما جبتوليش اللعيبه اللي انا عايزها همشي. هو قال همشي؟ يعني انت سمعته قال همشي؟ لا ما سمعتوش اصلا. حد قال لي؟ حد قال لك ايه يا عم؟ حد قال لك ايه يا عم؟ اطلعوا بقى من دماغ الاهلي. على فكره احمد جلال ده زملكاوي يعني يا جدعان، زملكاوي. وانت عايز هديته وقلتوا فريرا ومش عارف ايه، خلاص بقى عايزين تخش على الاهلي، ما احنا واقعين يلا. ما هو انت اللي طلعت تنبأت بتسريب العقود. الله مش فاضي لكم يا جماعه. احنا عندنا ماتش مهم، الاهلي مركز فيه وكولر مركز فيه والاداره والجماهير وكل الناس مركزه في الماتش. فما تقعدوش بقى تطلعوا كل واحد حافظ له كلمتين يطلع يقولهم. هو كولر ما قالش همشي، كولر ما قالش همشي يا احمد يا جلال. احترموا نفسكم بقى، احترموا نفسكم، ده انتوا ناس كبيره. ما تضربوش، ما تضربوش. في ايه؟ سبحان الله النادي الاهلي ده عامل لهم حرقان على طول كده، عامل لهم حرقان، عامل لهم بجد حرقان يعني.
طيب انا عشان ما اطولش عليك في الحلقه يا صاحبي، انا كده خلصت حلقتي، بس الكلام لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه استاذنك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الحلقه في كل مكان وتشرفني بتعليقك في القناه. وان شاء الله الاهلي فوق الجميع. الاهلي اهل القمه اسم على مسمى، اعظم جمهور لاحسن نادي في الكون، اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون. ما تنساش يا صاحبي لو عجبتك الحلقه انت عارف اشترك في القناه وتفعل زر الجرس مش عارف في المكان وتشرفني بتعليق في القناه. واشوفكم على فيديو جديد يا احسن اهلاويه، احسن ناس متابعين محترمين. ورمضان كريم وكل سنه وحضراتكم بخير وبصحه وسعاده، والسلام عليكم.